القلب وليس بأذن البصر فقط وأذن الرأس، نستمع بأذن القلب. قال حتى يدخل نور هذا الحديث أو نور هذه الآية إلى قلوبنا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فبيحب سيدنا جبريل. قال فينادي جبريل في الملأ الملائكة: أيها الملائكة، أيها الملأ الملائكي، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال كل ملائكة السماء، الحفظة والكتبة والملائكة العالين وحملات العرش والملائكة العظام جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كل الملائكة يسمعون هذا النداء، وكل الملائكة يحبون فلانا. أيها الملأ الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، أمر فأحبوه. قال فيحبونه كل الملائكة. قال ثم يبسط الله ويكتب له القبول في الأرض، يكتب له القبول في الأرض. إذا سمع فلان محبوب، فلان ناس تحبه، ناس تحمل في كذا، فاعلم بأن الله يحبه، فاعلم بأن الله يحبه. ولكن يا أحباب هذه المحبة لها ثمن. وين؟ المحبة هي ثمن، تكون لها ثمن. أنا شلون بدي الله أخلي الله سبحانه وتعالى يحبني، ثم جبريل، ثم الملائكة، ثم يكتب لي القبول في الأرض؟ قال أهم شيء وأول بند من هذه البنود أن تعقد عقد صلح مع الله، أن تعقد عقد صلح مع الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم أبي بكر بكثرة صلاة ولا صيام. لك بيش يا رسول الله؟ قال بشيء وقر في قلبي، بشيء وقر في قلبي في صدري، وهي محبة الله ورسوله. المحبة أعظم شيء في الدين. عندنا المحبة يا أحباب، أعظم شيء هي المحبة. ما سبقكم أبي بكر بكثرة صلاة ولا صيام إلا بشيء وقر في صدره، صلوات الله وسلامه. سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه قال عليه الصلاة والسلام: فيما طلعت الشمس على رجل خير من أبي بكر بعد الأنبياء. ما طلعت الشمس على رجل أبدا أفضل من أبو بكر من بعد الأنبياء. أول واحد بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يا أحباب، نحن أولا قلنا العقد أن تعقد عقد صلح مع الله تبارك وتعالى. قال ثانيا أن تجعل خبيئة بينك وبين الله. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن تكثر من الدعاء، أن تكثر من الدعاء. الشرط الأول حكينا. الشرط الثاني يكون إلى خبيئة عند الله تبارك وتعالى. أي خبيئة؟ نرجع على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر الله يرضى عنه قال كانت في امرأة عمياء، مرأة مقطوعة، نحن نقول مقطوعة من شجرة، ما لها حدا أبدا يخدمها. كل ما يأتي سيدنا عمر الله يرضى عنه بده يخدمها، يرى أنه البيت قد قم البيت وقد غسلت ثيابها وقد طهي طعامها وأكلت وغسل، كل شيء جاهز عنده، منظف جاهز. كل يوم يجي يلاقيه، ما يعرف مين أبدا. قال عندما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صار يأتي سيدنا عمر ما يلاقي حدا، صار سيدنا عمر تعهدها، علم أن هذه الخبيئة كانت لأبي بكر. كان هو الوالي سيدنا أبو بكر، كان هو قائد الأمة سيدنا أبو بكر، كان هو الخليفة الأول، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي على هذه المرأة المسكينة عمياء لا تبصر، كسحاء لا تمشي، نعم، يأتي إليها وينظف ويغسل ويطهي الطعام ويقوم البيت ولا يحدث بذلك لأحد. ما عرف إلا بعد موته رضي الله عنه. هاي اسمها هي خبيئة بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذه خبيئة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ما هي الخبيئة يا أحباب؟ كلنا ننتبه. الخبيئة تجعل عمل صالح بينك وبين الله ما حد يخبر فيه أبدا. هذه الخبيئة قد تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. سيدي شلون بدها تنفعني بالدنيا؟
قال تنفعك بالدنيا إذا وقعت في ضيق، وقعت في مشكلة، هذه الخبيئة توجه بها إلى الله، هذه الحسنة المخفية توجه بها إلى الله. أين الدليل؟ الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا على 3 نفر كانوا في سفر وجاءوا بسفح جبل، قال ونزل عليهم الغيث والمطر وكثر المطر حتى دخلوا في غار في هذا الجبل حتى يحتموا من هذا المطر. قال دخلوا إلى هذا الغار وتكاثرت الأمطار وجاءت السيول وجاءت بصخرة وقد أغلقت باب الغار. صخرة عظيمة، بس المشكلة ما كان عندهم جوالات هذيك الأيام يخبروا حدا مين بينخذهم. ايش بيسووا؟ قال حتى ظنوا الهلاك، حاولوا يطلعوا ما حصلوا، الصخرة أغلقت الباب. قال بعضهم والله لم يبقى لنا إلا أن نتوجه إلى الله. قالوا كيف ذلك؟ قالوا نحن 3 إذا بقينا في هذا المكان سنهلك ولا يدري بنا أحد، كل واحد عنده عمل صالح يتوجه به إلى الله. طيب شلون؟ قال عمل صالح لم يخبر به أحد إلا الله. أنت مسوي شغلة كويسة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما حد يخبره، الآن توسل به إلى الله. قال أحدهم فأما أنا اللهم إن كنت تعلم أن كانت لي ابنة عم، بنت عمي كانت من أجمل النساء وطلبتها بالحلال كثيرا فلم يعطوني إياها ولم ترضى بذلك. قال ووقعت في ضائقة، صار يحكي معه الاثنين ويتوجه إلى الله، فوقعت في ضائقة مالية وجاءت إلي طلبت المال بعد أن طلبت من كل الناس ولم يعطيها أحد من المال. جاءت إلي قلت لها أنا أعطيك، والمال 100 دينار أو 100 درهم في ذلك الزمان. قلت لها أعطيك 100 دينار ولكن بشرط أن تمكنيني من نفسي. طلعت ما في حل غيرها، قالت كذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أعطيتها 100 دينار، وعندما صرت منها بمقعد الرجل من المرأة نظرت إلي وهي ترتجف وتبكي، قالت يا ابن عم لا تفك الخاتم إلا بحقه. قال عندما قالت هذا الكلام قلت لها أعتقتك لوجه الله تعالى وخذ 100 دينار. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر الذي فعلته خالصا لوجهك ففك ما نحن فيه من الضيق. قال فتزحزحت الحجرة شيئا قليلا. معناته الخبيئة الله سبحانه وتعالى قبل منه، صادق فيها. قال تزحزحت الحجر ولكن لا نستطيع أن نحتج. قال الثاني اللهم إنك تعلم أن كان لي أبوين وكنت أغبق لهما لبنا، يعني أشربهم اللبن كل يوم في موعد مثلا الساعة 6 مساء آتيهم بهذا اللبن. وجاء يوم وتأخرت الماشي عن القرية ولم أستطيع أن أتي بالموعد، فجئت بعد الموعد بساعة وأنا أحمل معي الكوب أو الطاسة أو الطنجرة كما يقال، يعني وأنا أحمل لهم هذا اللبن. فجئتم وإذا بهم نايمين، وإني أمي وأبوي نايمين، هن كبار بالعمر يعني. قال فوقفت على رأسيهما ومعي الغبق، معي الكأس أو الإناء الذي فيه حليب أو لبن. قال وكانوا الأولاد يتضاءون من حولي، يعني يتباكون من حولي جوعانين، وأنا كنت لا أعتاد، كنت معتاد على أن أول شيء أسقي أمي وأبوي بعدين أسقي الأولاد. قالوا هم يتبيأ بي، يعني والله جدي لم يستيقظ، يعني فيقوا. قالوا لا، إياكم أن ينقذهم أحدا. قالوا وقفت حتى كان بمنتصف الليل والأولاد من حولي لا يذوقون نقطة لبن أبدا. ليش؟ حتى أسقي واحد. فاستيقظا فشربا اللبن حتى بعد ذلك سقيت الأولاد. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل كان خالصا لوجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. قال فتزحزحت الحجر شيئا ولكن لا نستطيع الخروج. قال الرجل الثالث اللهم إنك تعلم أنا كان عندي أرض زراعية وكنت آتي بعمال، أجيب العمال من هون يعملوا عندي، وكان إذا كان وقت جني الثمار
أجيب العمال كثر، أجيب عمال كثيرين حتى يعملوا، حتى إيش نجمع الثمار يعني في أقل عدد من الأيام. فجاءوا العمال كثير كانوا، وعندما جئت أحاسب كل واحد أعطيه أجرته، قال أحدهم هذا الأجر قليل، أنا لا أرضى. يا أخي ما تترك العالم يعني؟ قال لا أنا ما برضى. قال حسبت كل الناس هو ما رضي. قلت يا أخي ما بحسن أعطيك زيادة أنا؟ قال والله لا أخذ إلا تزيدني. قال زيادة لا أعطيك أنا، إذا بدي أزيد لك بدي أزيد لكل العمال. قال فإذا لا أريد شيئا، فغضب ثم ترك ومشى. قال أنا ماذا فعلت؟ قال أخذت بهذا المال أجرة هذا الأجير. قال فاشتريت له بها شاة. قال هذه الشاة بارك الله بها ولدت 2، يعني الغنم صارت تولد كل سنة مرتين. قال وصار ومضت الأيام والسنين وصار ينمي هذا، وصرت أنمي له هذا المال. قال ذهبت السنين، ذلك الرجل الذي ما أخذ أجرته بعد سنين ضاقت عليه الحال، ولم يبقى عنده مال، ولم يبقى عنده من الشاة شيء. يعني نقول يعني البفقر بتفتش شو دفات العتق، بتفتش دفات العتق. صار يروح على فلان أعطيني، ما يقول له ما أنت جاي توفيني. يجي على فلان ما عنده، باع من عنده الأغراض الثمينة بالبيت، لم يبقي إلا حصيرا في البيت ويبقي له فراشا. ثم تذكر أنه عمل في ذات من سنين يوما عند فلان. قال والله لا أروح عنده، بل يعطيني أجرة اليوم يعني. فجاء إليه بعد سنين، فجاء إليه قال يا عم ألا تذكرني؟ قلت والله لا أذكرك. من أنت؟ قال له أنا الذي عملت عندك في يوم من الأيام منذ سنين عديدة، وأنت أنا اشتغلت عندك وأعطيته أجرته وأنا زعلت وما أخذت أجرتي، بدي أجرة اليوم. قال أنت فلان؟ قال نعم. عملت عندي ولم تأخذ أجر يومك؟ قال نعم. قال نعم تذكرته. قال تعال يا بني انظر إلى هذا الوادي. طلع الوادي وأنه جمال وأغنام وشياه وأبقار والخدم عم تسقي، هذا عم تسقي وهذا عم بيطعمي كذا. قال انظر يا بني إلى هذا الوادي. قال نظرت. قال يا بني كل ما في هذا الوادي هو لك. قال قلت يا عم على فقري وعلى ذلي وانكساري وأنت تهزأ بي؟ أنا فوق ماني مذلول وجاي عندك ومكسور وفقير، ومع ذلك أنا عم تكسر بخاطري. يا عم لا أعطيني أو لا تعطيني يعني. قال يا بني والله لا أستهزئ بك، هذه الأموال وهذه الأبقار كلها لك. قال طيب كيف ذلك؟ قال يا بني عندما ذهبت أنت ولم تأخذ الأجر اشتريت لك بمثلك شاة، وهذه الشاة بارك الله بها صارت 3 شيات، ثم صارت 5، ثم صارت كل 5 صار يولد 10 وكذا، ونميت لك هذا المال، نميتها لك حتى صارت كل هذه الأموال لك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالحجر تزحزحت فخرجوا يتماشون. شايف هي 3 خبيات. الواحد عنده خبية ما كان مخبر فيها أحد أبدا، وقع في ضائقة. وإيش لزمته الخبية؟ لزمته مثل واحد ما بقول خبي خشك الأبيض يومك الأسود، يعني بيجيك يوم بلزمك. أيوة أنت كمان خبي هذه الخبيئة، اجعل هذه الخبيئة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولا تخبر بها أحدا. لا تتباهى على الناس تقول والله أنا كنا عم بعطي الأرملة، لا أنا تقول كنا عم بعطينا مسكين، لا يا أخي لا. أنت كن ساعيا على الأرملة والمسكين واجعلها بينك وبين الله، لا تخبر زوجتك. قال أحد الصالحين كان يجلس في فراش زوجته وينظر إلى زوجته فهي تنام، قال يجلس ويبكي 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 خشوعا بينه وبين الله، لا يخبر زوجته في ذلك. هي اسمها خبيئة. نحن يا أحباب كل واحد يخلي له خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تخبر بها أحدا، والله تنفعك في الدنيا والآخرة هذه الخبيئة. فإذا هذه الخبيئة هو قلنا يعني البند الثاني من محبتك حتى يحبك الله وجبريل والملائكة ويكتب لك القبول في الأرض. الشيء الثالث والأخير يا أحباب ولو أقلنا شوي فيها منفعة إن شاء الله، الدعاء، كثرة الدعاء. لازم كل يوم نكثر من هذا الدعاء. اللهم
اجعلني محبوبا لأهل السماء ومقبولا عند أهل الأرض. أكثر من هذا الدعاء، اللهم اجعلني محبوبا عند أهل السماء، نعم، ومقبولا عند أهل الأرض. سيد ما هو الدعاء نعم، أن تكثر من الدعاء دائما، تكثر من الدعاء هذا، اللهم اجعلني محبوبا عند أهل السماء، عند الملائكة، واكتب لي القبول في الأرض عند خلق الله تبارك وتعالى. أي محبوبا عند الله ومقبولا عند خلق الله تبارك وتعالى. والإكثار من الدعاء في كل شيء. يعني سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، سيدنا أبو بكر كانوا 30 صحابي فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لنجهر بالدعوة. قالوا يا أبو بكر نحن شوكتنا قليلة، يعني ساعنا قليلين، نحن ما نكفرين. قال نجهر بالدعوة يا رسول الله، نحن على حق. يعني خرج أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى الكعبة، وكانوا طبعا المشركين كلهم في الكعبة في ناديهم. وقف أبو بكر صار يقرأ القرآن، جاءوا إليه وصاروا يضربونه المشركين، وضربوه وقتلوه حتى أدمي رضي الله عنه من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. ولكن رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فأخبر أقارب سيدنا أبو بكر، فجاءوا وقاتلوا عنه وناهزوا عنه، ثم حملوا أبو بكر دخلوا أخذوا على البيت. ظل 5 ساعات تقريبا غائب عن الوعي سيدنا أبو بكر. استيقظ أبو بكر الله يرضى عنه. إيش قال أول سؤال؟ سأل، قال ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل برسول الله؟ قالوا له أم قالت لسه أنت عم تسأل على هذا الذي كان هو السبب في قتلك، هذا كان السبب في أن أدموك وأن ضربوك وأن سفكوك، لسه عم تسأل عن محمد؟ قال له أبوه لسه عم تسأل، لا تسأل عن محمد، خلص قال ايش سووا فيك كذا وهذا. قال ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا بني كل طعاما، اشرب لبنا، قوت حالك، يصل لك ممكن ماء. قال ماذا والله لا أذوق طعاما ولا أذوق ماء حتى أعلم ماذا فعل برسول الله. يا أخي كل طعام. قال لا، ابعثوا إلى المرأة الفلانية إن كانت مسلمة سرا ولا يعلم في أحدا، ابعث إليها. فجاءت، قال لها ماذا فعل برسول الله؟ ولكن أمه قاعدة طلعت إلى أبي بكر، يعني أنا بعدين أنا نسيت القرار بمكة وبعدين ويخبر بإسلامي. قال قولي ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو بخير، هو بخير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله. قالت أمه خلص ما زال بخير؟ قالت وقال والله لا آكل طعاما حتى أرى رسول الله. لك يا ابني أبو صالح رجاء، لك يا ابني اشرب لك شوية لبن. قال والله لا أذوق أبدا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين الحقيقة. قال فحمل أبو بكر وجاءت معه أمه، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، ودخل على النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وصار يقبله. قال أضربت من أجل الله يا أبا بكر؟ أدميت من أجل الله يا أبا بكر؟ قال فداك نفسي وروحي يا رسول الله، فداك نفسي وروحي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا أبو بكر يعني تحين الفرصة. شوف على أثر الدعاء، قال يا رسول الله ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي. هي يعني بلكي أم واقف ما يمثل من السعجيدة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي عليه. رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبو بكر، اللهم اهدي قلبها، اللهم اهدي قلبها، اللهم 3 مرات. فقالت أشهد بأنك الله. فأسلمت رضي الله عنها وأرضاها. أمنا سيدنا أبو بكر. أبو هريرة الله يرضى عنه، سيدنا أبو هريرة، من منا لا يعرف أبو هريرة؟ يعرف القاص والداني. سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه كانت أمه تنال من رسول الله كثيرا،
أبو هريرة يقول له يا رسول الله، يقول له ارفق بأمك. كل ما يروح من يصل تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتنال منه، هو يسمع يحسن يحكي. نار أجا متضايق كثير، يا رسول الله أمي يا رسول الله، ادعو الله لها، ادعو الله لها يا رسول الله. نظر النبي قال اللهم اهدي أبو هريرة، اللهم اهدي أبي هريرة وأتي بها مسلمة يا رب العالمين. أبو هريرة من فرحه ترك النبي وصار رقد على البيت، رقد على البيت، رقد. قالت له لا تدخل يا بهر، لا تدخل، استنى شوي. قال له ليش؟ قالت إني أغتسل. صار انتظر، صار يمشي ويروح قدام الباب، خلاص دعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم. خرجت قالت أين نبيك؟ لماذا؟ أين محمد؟ أريد أن أسلم. قال فأخذ بها وجاء إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر طمع الله يرضى عنه، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببنا إلى الناس ويحبب الناس إليه. اللي هو لأمي، ادعو الله أن يحببنا إلى الناس ويحبب الناس. قال اللهم حبب هذا العبد وأمه إلى الناس، إلى خلقك، وحبب خلقك إلى هذا عبدك وأمه. فقال سيدنا أبو هريرة والله ما سمع بنا أحد إلا وأحبنا، من المؤمنين طبعا، وما سمعنا بأحد إلا وأحببناه. الآن يا أحباب تلاقي الولد صغير يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا وكذا، المرأة تقول لك عن أبو هريرة، كل المؤمنين والمسلمين بيعرفوا، أقل مسلم بيعرفوا، الولد بيعرفوا الكبير. هذا من فضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الدعاء يا أحباب، الدعاء مخ العبادة. فالدعاء هو السبب الثالث لإيش؟ لأن يجعلك محبوبا عند أهل السماء، عند الله تبارك وتعالى، ثم عند الملائكة، ثم يكتب الله لك القبول في الأرض. طيب نحن بنشوف واحد مثلا ناس كثير بتحبه كذا، ولكن بعض الناس يتكلموا عليه. قالوا الرجل الصالح يا أحباب ميزان المنافقين في الأرض. نحن مثلا لو دخلنا على قرية خيوه في الشيخ فلان عندكم إيه ما شاء الله يعني الرأس الشيخ فلان كويس، فإحنا والله شفنا عدينا على 10 والعشرة قالوا ما شاء الله الشيخ كويس فلان، عنا كلنا بنعرفه جيراننا كذا. سألوا واحد قال سأل ما مطول لحيته ولا كذا وكذا وصار يحكي عليه، فاعلم بأنه منافق، فاعلم بأنه منافق. الرجل الصالح ميزان ايش؟ الرجل المنافق. لأنه النبي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة ايش قالوا عنه؟ قالوا ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه فيما ما قالوا عليه الصلاة والسلام. فنحن لا يجوز أن نأخذ من كلام واحد ثم نضحي بكلام كثير من الناس. فالكلام الكثير من الناس يا أحباب يقول عندنا مثل يقول ألسنة الناس أقلام الحق، وين؟ يعني اللي بيتكلموا عن الناس عليه كثير أنه رجل صالح ورجل طيب ورجل صادق، لا نأخذ بكلام واحد واثنين وكذا، لأن هؤلاء قد لا يحبونه، لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا يضمنون النفاق في قلوبهم، كانوا يضمنون النفاق في قلوبهم. إذا خرجوا تكلموا على النبي، قالوا عنه ساحر وقالوا كذاب وقالوا ما قالوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكثر من هذا الدعاء نحفظه كليتنا. اللهم اجعلني محبوبا عند أهل السماء واغفر لي القبول في الأرض. أيوة، يعني محبوبا عند الله وحبيبي إلى خلق الله. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بهذا المجلس المبارك، اغفر لنا بهذا المجلس المبارك، اللهم اكتب له أثر هذا المجلس المبارك حتى نتذاكره يوم القيامة إن شاء الله بأعلى جنان الخلد والفردوس الأعلى إن شاء الله. ولا نرضى إلا أن نكون مجلس مين؟ بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن شاء الله سنحاذي الصحابة ركب بركب إن شاء الله. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين والفاتحة.